اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. علشان بقى نفرز الكرنب صح ويقعد معانا من السنة للسنة، ولا يبقى ينعم ولا يحصل له اي حاجة خالص، ونحس ان احنا فرزناه على الفاضي. تعالي اتفرجي على الفيديو ده للاخر، وهقول لك نوع الكرنب المفروض تفرزيه من السنة للسنة، ويبقى معاكي زي الفل، وتطلعيه وتبقي مبسوطة منه كده، ويبقى المحشي بالنسبة لك حاجة سهلة جدا جدا، وهتعملي منه كمية كبيرة كمان والله. بصوا الكرنب دوت انا بصراحه فرزته السنه اللي فاتت وانبهرت بالنتيجه بتاعته لاخر واحده، اقسم بالله كان خطير. وقعد عندي لمده 9 شهور، ممكن يقعد عندك سنه، بس انا بقول لكم على المده اللي قعد عندي، وكان جميل جدا بصراحه. فقلت لا، لازم بقى السنه دي افرزه. تعالوا بقى نشوف. بصوا انا جايبه الكرنب ايه، يعني لو انت بتعملي طول السنه الكرنب البلدي، لازم ما تيجي تفرزي الكرنب الايه البط. احسن كرنب يتفرز كرنب البط. طب ليه وايه السبب؟ هقول لكم السبب دلوقتي، بس يلا بقى ايه، حطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، وفضلا وليس امرا لو مش مشتركه في القناه يلا اشتركي في القناه، او فعلي زر الجرس كده علشان يوصلك كل جديد، وتشرفيني في عيلتي الصغيره، وتكبريها كده، ويكون شرف ليا ان انت تبقى موجوده معايا. هنشيل كده كام ورقه الخضر كده. بصراحه انا ايه الخضريه كانت شايلها لي. بصوا انا هنا بوصف لكم الكرنبايه بسم الله ما شاء الله جميله. هاتي الكرنبايه اللي تكون مفروده، وتكون يعني مش مكببه كده، علشان تطلع معاكي حلوه وورقها حلو. ليه بنفرز الكرنب البط مش بنفرز كرنب البلدي؟ كرنب البلدي بتبقى ورقتها خفيفه وما بتاخدش اي سوى يعني بتتهري على طول، يعني لو قعدت معاكي في الفريزر هتتهري معاكي. اما الكرنب البط فبيبقى ماسك نفسه شويه، وبيبقى ايه ورقته ايه تخينه كده وحلوه. زي ما انتم شايفين كده ايه، نضفت الكرنبايه هي كده بكل سهوله. طبعا في التوقيت ده انا بغلي ميه ومش حاطه جواها اي حاجه، وهقول لك على المكون اللي هيحفظ لك الكرنب في التلاجة، ومش هيتهري منك ولا ينعم ولا اي حاجة خالص. وعن تجربة والله العظيم هقولك على المكون اللي يخلي لك الكرنب ده تعمليه كده وما تشيليش همه من السنة للسنة، فعلا حرفيا. يعني عايزة اقول لكم ان انا يعني السنة دي ما اشتريتش كرنب خالص بجد، وكان عشان كان عندي طبعا في الفريزر، فما اشتريتش نهائي كرنب، وكان جاهز كده وجميل عندي، واول مرة اشتريه دلوقتي السنة دي. قلت بقى عشان ايه افرز منه، وكمان انا قلت ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فجبت ايه الاتنين دولت. فان شاء الله باذن الله هجيب تاني واعمل تاني، علشان انا بحبه يبقى عندي طول السنه. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله، كرنبتين حلوين قوي وجميل. انا طبعا ايه لميت كله كده في الكيس عشان ما بحترش الدنيا كده، وبتبقى الدنيا ايه حواليا نظيفه وجميله. تعالوا بقى كده نروح على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده الميه بتغلي، حطيت عليها معلقه صغيره مليانه من الكمون، ومعلقه صغيره مليانه من السكر. ايوه السكر ده الماده الحافظه لاي حاجه عايزه تشيليها في الفريزر. الكرنب بالذات لما بتحطي له الماده الحافظه بتفضل ورقته زي ما هي وحلو قوي. طيب احنا هحط كده ايه الورقه طبعا عشان ما يتقطعش معايا، فلقيته ماسك من نفسه، فانا هفككه ايه كده على النار بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان قد ايه الكرنب ده ما خدش مني والله العظيم وقت نص ساعه بالظبط كنت خلصته، ما صدقتش بصراحه. ليه؟ لان احنا هنشوف تقطيعه حلوه قوي. خليكم متابعين معايا الفيديو، هنقطعه بطريقه الكرنبتين دولت في حرفيا مش هياخدوا معايا نص ساعة. وانا بقطعه بجد، واقل كمان والله من نص ساعة. انا بدي الكرنباية كده، بدي الورقة كده يا دوبك بنزلها في المية مفيش دقيقة واحدة، وبروح مطلعاها في المصفى، وبروح نازلة عليها تحت الحنفية اوقف السوا بتاعها، علشان انا مش عايزاه يبقى مستوي قوي او بالمنظر ده. طيب وانا لما انا مش عليه ملح دلوقتي، وانا لما اطلعه مش هيكون عليه ملح خالص، ما باجي اعمله، بس هتشوفوا هنعمله مع بعض في رمضان ان شاء الله.
طبعا انتوا عارفين ان الكرنب من الحاجات اللي بتبقى لذيذة في رمضان، وكمان رمضان السنة دي جاي في برد، فيعني هيبقى لذيذ في اللذيذ يعني بجد. انا كنت باخد كده اللي انا بطلعه واحط تحت الحنفية وارجعه تاني واحط عليه عادي خالص، وطبعا لازم يتصفى كويس علشان انا مش عايزه افرزه ويبقى فيه ميه خالص. يعني مصافي كده قدامي كده كذا مصفى، بطلعه وبسيبه يتصفى شويه معايا، وعقبال بقى ما اقطعه واحطه في المصفى وانا وهو متقطع كده، واحضر نفسي كده الاقيه اتصفى خالص. عايزه ادخل الكرنب دوت الفريزر ما يكونش فيه اي نقطه ميه خالص خالص. هو بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا، والورق بتاعه كان ابيض ما شاء الله، حتى كان معسل بطريقه بقى يعني مش قادره اوصف لك والله العظيم. انا دقت منه، وكان حتى العروق بتاعته بنتي كانت عماله تاكل منه، بجد كان حلو قوي ومعسل، وهو ده المطلوب. يعني ما هواش ميزز كده ولا اي حاجه خالص. الكرنب بالبط بيبقى طعمه لذيذ وبيبقى حلو جدا في التفريز. يلا بقى بسرعه اعتلك كرنبتين كده وفرزيهم، هيعجبوكي جدا جدا جدا. طبعا احنا في الصيف يعني ما بنعملش كرنب كتير، علشان الشتاء طبعا بيبقى محتاج كرنب عشان نتدفى بيه وكده، لكن طبعا بيبقى في انواع محشيات تاني بنقوم بيها يعني. ولكن انا طبعا فترة الشتاء بيبقى موجودة عندي طول السنة، بيبقى موجود عندي ورق الكرنب. طلع على طول من الفريزر، وهقول لكم انتوا يعني تعملوا علشان يطلع معاكم حلو والله العظيم، ولا بينعم ولا اي حاجه لو مشيتي على الخطوات دي وعملتيها. تعالي بقى كده نفرد بقى كده، نفرد المشمع بتاعنا عشان ما ندهولش الدنيا، ونبتدي بقى. انا كنت طبعا حاطه مش كل الكميه ديت، انا كنت حاطه بيستوي، وقلت اروح اقطع معاكم لحد ما انا بطلع وبروح وباجي يعني. بصوا هنتني الورقة كده مع بعض، زي ما انتم شايفين كده بنتنيها تانية كده، ونحط واحدة على واحدة. هعمل معاكم كده يعني عشان خاطر بيبقى خفيف في ايدك. يعني عايزة تعملي 3 ورقات 4 ورقات على قد ما ايدك تاخد. انا حتى في الاخر كده هتلاقوني عملت يعني شوفوني كذا ورقة، وبسم الله ما شاء الله كان جميل جدا. بشيل العرق بتاعه ده. عايزة اقول لكم ان طريقة التقطيع دي ما هدرتش. بصوا العرق يا دوبك بس اللي طلعته. عايزة اقول لكم ان طريقة التقطيعة دي والله العظيم ما هدرت معايا اي ورق مقطع ولا رميت فتفوتة ورقة خالص، اقسم بالله. وهتشوفوا معايا في الاخر اهو. بصوا خلاص قطعت الكرنب بسم الله. بصوا بصراحة التقطيعة دي جميلة جدا وبتنجز جدا، وما بتحسوش بأي حاجة خالص. بسم الله ما شاء الله الورق جميل، وزي ما قلت لكم كمان ما خدش مني أي وقت خالص. يعني بصوا الكرنب اللي قدامي دوت أنا بوريه لكم اهو. بصوا احنا هنقطع مع بعض كذا ورقة كده برضو عشان تشوفوها معايا تاني، وبعد كده أنا هروح أعمل الورق دوت وهجيلكوا على طول لأني بصراحة ما خدش مني اي وقت خالص. بس طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، بصوا بسم الله ما شاء الله الورقه قد يعني ورقه الكرنبايه نفسها كانت كبيره وعريضه بسم الله ما شاء الله، فربت معايا حلو قوي. فدايما هاتي الكرنبايه المفروده عشان تطلع معاكي الورقه كبيره وحلوه. بصوا اهو. والورق ما كانش اخضر قوي يعني. وهم كام ورقايه، والكل بسم الله ما شاء الله ابيض. بقطع الحته اللي في الاول ديت كده اهيت اهي، اللي في البوز ديت كده وبعد كده بقى باخد الورق اقسمه 2 عشان الورقه معايا عريضه، لكن الورقه معاكي لو كنزه طبعا بتقطعيها على طول. لكن طبعا انا لقيت الورقه عريضه معايا فقطعتها كده بالنص وهبتدي ان انا بصوا هقطعها كده اهو. خلاص خلصت معايا الورقه. وخدت كام ورقه، تقدري تاخدي برضو اكتر من 3، بس انا عشان تركزوا معايا وتشوفوه كويس جدا وقد ان هو سهل وسريع. اكتر حاجه يعني بنشيل همها هو تقطيع الكرنب. في حاجات كده يعني هنفرزها مع بعض بجد اهو. بصوا اهو، حتى لو طلعت معاكي عريضه عادي خالص بتقسميها نصين والموضوع بينتهي على كده خالص، وتطلعيه بقى وتحشيه في منتهى السهوله، اكنك بتحضري اكل عاديه خالص. يعني تعملي شوية التسبيكة وتحشي على طول، مش هياخد منك اي وقت خالص. والورق بسم الله ما شاء الله لا متقطعة ولا فيها ولا خضرت منها اي حاجة، زي ما بنقطع ورقة يعني ما بتقطعي ورقة ممكن تهدري منه شوية. والورق مش يعني سوى حلو قوي. طبعا لان هو ما بيخش الفريزر بيستوي اكتر.
فعشان كده انا كنت بحطه في المية واطلعه على طول، فعشان ايه لما يطلع بقى من الفريزر ما يبقاش مهري معايا ولا هينعم بقى. طب لو انا حطيت له ملح، الملح يعني الملح هينعم معايا الورقة وتخليها ايه ناعمة قوي كده، ومش هيبقى حلو معايا. انا هنا كنت بتخانق انا وهي عشان هي كانت ايه عايزاني ايه اذاكر لها والكلام ده، اما اقول لها يا بنتي استني ما اخلص، يا بنتي يهديكي يرضيكي، ابدا مصممه ان انا اسمع لها واذاكر لها وانا بعمل الحاجه. يعني ايه عايزين بروحين. والله العظيم. بصوا اهو قطعت اهو في منتهى السهوله، اقسم بالله كان جميل جدا. انا عن نفسي هجيب تاني واعمل تاني لان بصراحه سهل وما خدش مني اي وقت، واحنا كده بنعوزه كتير ما شاء الله، بيبقى جميل جدا. وطبعا انا لما باجي اعمل الكرنب بعمل جنبه حاجات تانية هنشوفها مع بعض في ان شاء الله في رمضان. ربنا يجعل كده الايام خير علينا ويملى بيتكم بالخير وبالرزق ان شاء الله، ويجعلكم كده بيتكم عمران بالخير ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين، لجميع المسلمين يا رب العالمين. اهو زي ما انتم شايفين كده، وما تهدرش منه اي حاجة، يعني ما طلعتش منه اي حاجة، وهنشوف في الاخر. بصوا ده بقى كان الاخر كده اهو. بصوا حبيت بقى اخد لكم برضو كام ورقة مع بعض كده، دول 7 ورقات خدتهم مع بعض. بصوا اهو ده كان اخر حاجة خلاص، وانا كده كون خلصت الكمية معايا، وكمان وزنتها وشفتها طلعت معايا قد ايه. ما شاء الله ربى معايا كتير، وما طلعتش ورق مهري خالص ولا ورقة، ولا رميت منه ورقاية واحدة اهو. بصوا بوريه لكم اهو، وهو بصوا ما فيهوش ورق خالص. العروق دي كمان ممكن تاخديها، انا كنت مخللاها قبل كده برضو. بس بصراحة يعني ايه يعني لو بتحبوه كلوا، لكن انا ولادي بصراحة ما بياكلوهوش، فقلت على ايه بقى يعني اخلله على الفاضي. فانا لو حابين تخللوه بيبقى عسل بجد، بيبقى في ناس كده بتحبه، بيبقى جميل جدا. وممكن تاكليه كده بصراحة. كان طول ما انا واقفة كده بقى عمالة اتسلى فيه، كان جميل جدا جدا بصراحة. اهوت جبت كيس كده تلاجة وفتحت الكيس وحطيته، ووزنت كل طبق كده بكيلو. لان طبعا انا كده هجيب جنبه حاجات تانية، عملت منه نصاص وعملت منه كليهات وكده قلت يعني لو كان بقى الضيف او اي حاجة يبقى انا بطلع بالزيادة اللي انا عارفاها، ما سيحش وارجع ادخله تاني. يعني اعملي الكمية، فرزي الكمية في الاطباق او في الاكياس عادي خالص، ما فيش مشكلة. فرزي الكمية اللي هتحتاجيها، وخلي مثلا كده زيادة لو حد مثلا في ضيف او حاجة، بحيث ان ما تطلعيش تسيحي وتدخلي تاني. بنعمل بقى علشان خاطر واحنا بنعمله واحنا بنطلعه من الفريزر، بنطلعه من بالليل نحطه على مصفى كده، ويكون تحت المصفى طبق او اي حاجة، بس تطلعيه من بالليل كده يتصفى خالص خالص، ينزل ميته، بتبتدي تحشي عادي خالص، بيبقى تحفة. انا هنا جيت اعمل بالاسترتش، لقيت الاسترتش خلصان، فقلت مش مشكلة نبقى نشتري تاني باذن الله. فحطيته عادي في كيس التلاجة اهوت، وطلعي الهواء من الكيس خالص، ما تخليش الكيس منفوخ وانت بتعمليه، ودخليه الفريزر وكليه بألف هنا وشفا. طلعيه ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوه ان شاء الله ويعجبكم. بس بجد من الحاجات اللي انا فرستها وما ندمتش ان انا فرستها، وعشان كده اي حاجة هعملها دي من الحاجات اللي انا بجد ما بقيتش استغنى عنها في الفريزر. وما بصدق كده يجي الشتاء كده واجواء الشتاء عشان نفرز الحاجات دي، لان التوقيت ده يعني بجد لو عايزة تفرزي حاجة الحقي نفسك كده، هاتي كل يوم حاجة. انا بعمل كده، نجيب كل يوم حاجة ونفرزها، مش هنحس بأي حاجة ان شاء الله، ومش هنحس بأي غلا ولا اي حاجة خالص ان شاء الله. كل يوم هاتي حاجة في حاجة اهو. وبكده يكون خلص معايا الفيديو، يا ريت يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي.